شخص بيصحى من نومه عشان يلاقي نفسه في مكان كله ضلمه، يبص حواليه في المكان ويتخض لدرجه انه افتكر انه مات. يحاول يتحرك لقى نفسه محبوس جوه صندوق خشب وافتكر انه في القبر. اتفزع وبقى بكل قوته يصرخ ويندى على زوجته واولاده واصحابه، محدش بيرد عليه. وفجأة ومع الضرب اللي كان بيضربه في كل مكان حواليه بدأ الصندوق يتهز ويترج جدا لحد ما افتكر انه هيتطربق فوقيه، عشان تحصل في الاخر حاجة عجيبة جدا. بطل القصة موظف بقسم المبيعات في شركة أغذية، شركة بتنتج مصنعات اللحوم ومتخصصين في الكفتة. بطل قصتنا اسمه راضي شخص بسيط نشأ في بيئة متوسطة الحال وسط عيلة مكافحة وكادحة. أب قعد 30 سنة بيشتغل 8 ساعات في اليوم وبيدخن ال8 ساعات التانيين مع كوباية الشاي والجورنال. أبوه كان بياخد مرتب 450 جنيه بالحوافز والبدلات لحد ما طلع معاش، وامه كانت اول ما جوزها يجي البيت تمسك فيه وتتخانق معاه وهات يا خناق وضرب لحد ما يسيب لها البيت وينزل يقعد على القهوه، واخر الشهر تقلبه في المرتب وتلم السحتوت والمليمه عشان يعيشوا. راضي اتعلم في مدرسه بسيطه في قريه وكان بياخد مصروف تقريبا ربع جنيه، كان بيحوش نصه والنص التاني يشتري بيه بومب وصواريخ للعيال في الفصل معاه، وكان بيشيل المدرسين الشنط بتاعتهم عشان ياخد دروس ببلاش، والسندوتشات كان بيقلبها من زمايله، بيعرف يتصرف. وفضل ماشي على مبدا الكفاح ده واصر انه يعمل المستحيل عشان بعد 20 سنه يوصل لمرتب اكبر من مرتب والده اللي هيبقى في المستقبل ما يقلش عن 1500 جنيه في الشهر. وفي سبيل اللي حصل له ده هيعمل اي حاجه وينتهز اي فرصه. هي كده الدنيا، مفيش حد صالح وكله بتاع مصالح. كان مبدأه عضني ولا تعض رغيفي، اللي هلمحه هفسحه. اتخرج راضي من كليه التجاره وخد شويه كورسات مجانيه تشغله في اي مكان مرتاح، كورس ICDL على اوفيس وويندوز، كورسات تنميه بشريه، تحدث الانجليزيه بطلاقه في 24 ساعه، على كام كورس كده من ابو فلوس، اتحاد LS في شوال للعمل في المجال، مركز الفريق المتين لبناء المدير التنين، مؤسسه سمع وانقل لصناعه البتنجان المخلل. وبعد ما اتخرج نزل يشتغل وياخد خبره، اشتغل في محلات شاورما واترفد لما زبون اشتكى ان السندوتش جاي له محشي خس وبصل بدل الشاورما. راضي كان بيلم الشاورما من السندوتشات ويبيعها. اشتغل فرد امن في كومباوند واترفد لما اتحاد الملاك اشتكوه. قلب الكومباوند قاعه افراح وفوتو سيشن للحبيبه، ولو حد عايز يحتفل بالفالنتين يجي عنده. اشتغل دليفري واترفد برضه لما اتعمل له محضر بدون لوحات وكان بيوصل بيتزا لزبون ومعاه زبون راكب وراه اوبر ومعاه شنطه هدوم لزبون تاني. مكافح راضي، ومع ده كله راضي بيه ما كانش راضي. قدر يجمع خبره كويسه في المبيعات وتكوين العلاقات والتسويق، كان بيبيع الاونطه ويكون علاقات مشبوهه ويسوق الهبل على الشيطان. عمل صفحه على الفيسبوك وبقى يبيع ماركت بليس ساعات مضروبه ويقنع الناس انها اصليه، وبيعمل تيك توك تحدي مين ياكل لحم الخنزير في الشوربه الضاني، وكان لما يتعرف على اي حد معاه قرشين ولا حاجه يصاحبه ويبقى حبيب عشان يطلع منه اي مصلحه، لحد ما جات له شغلانه من معارفه في شركه بمرتب بقى واستقرار، بوزيشن عالي والبلع تلعب معاه، وبقى اشطر واحد بيستخدم الزر والنفخ لزمايله في الشركه، لحد ما بقى خد عندك مسؤول التعاقدات والعلاقات العامه، التسويق والاداره، عمل التقارير، متابعه الفروع والجوده والانتاج، مسؤول عهده وسواق، مندوب ومؤسس فريق سلاحف النينجا، والنائب للمعلم رشدان. وكان بيجتهد جهد ما اقولكش عشان يثبت نفسه، ما خلاش واحد في الشركه الا ولبس في الحيط بسببه. استخدم كل مهارات اللقم والتطبيل عشان يوصل لرضا رئيس الشركه، ومقابل ده الشركه حاطط له مرتب ما يحلمش بيه اي موظف، 3000 جنيه في الشهر بالحوافز والبدلات، ولو خلص تعاقد مع حد من العملاء بياخد نسبه. راضي اتعرف على واحده معاها قرشين وساق عليها النحنحه واتجوزها وقلبها في اللي معاها، عمل له كام مشروع بفلوس مراته وفشلت وقعدها جنبه، وفضلت الامور على كده لحد ما ظهرت المشاكل اللي في العالم والمشاكل والصراعات على الموارد وظهور الكورونا والمشاكل اللي دايره عالميا. الاول كنت تخش اي مطعم تضرب نص فرخه ولا يهمك، دلوقتي اخرك سندوتشين طعميه ممكن تاكلهم بالكيس عشان تشبع. ده تسيب يا مومبي. فين سندوتش طعميه لما كان طعميه اومليت ولا طعميه بالكيري؟ الله يرحم جد لو كان سمع طعميه اومليت كان افتكره دهان لواجهه البيت. وبدات بقى الشركات تعتمد على التكنولوجيا في تسهيل العمل، التكنولوجيا اللي زي ما نفعت خربت بيوت ناس كتير، تسويق اونلاين، خدمات الشحن والتوصيل، بالواتساب حضرتك دلوقتي تقدر تبيع ابن عمك في سوق العبيد. وبالتالي بدات المعاملات بين الافراد في الشركات تتغير وتسوق اكتر بسبب الضغط وكميه الشغل اللي بتطلب انها تتنفس في وقت اقل عشان تحقق التارجت ونسبه المبيعات اللي في النازل، والمنتج اللي لازم يكون ترند باي ثمن، او تلاقي شغل تطفيش بالشياكه. انت بتاخد مرتب، انت يالا موظف عندنا يالا، انت عبد يالا، خش يالا احلب المعزه وولع الفرن بزلطتين يالا. واخيرا بعد كفاح طويل عمل وراضي الشركه جابت له مدير فوق منه، بس مدير ايه؟ اخر قلق. وفي يوم وهو في شغل على مكتبه، مكتب ما شاء الله عباره عن زريبه عليها كمبيوتر بنتيوم 1، الكمبيوتر اللي بيشغل الكوتشينه هانج، ورق وتقارير فوق بعض وبرنتر ما تعرفش هو برنتر ولا خلاط. وجه المدير الجديد ده حاجه غريبه جدا، هو واحد كده رفيع بيلبس بنطلون اسود على قميص ابيض، كرافته قفشه في زوره سودا ونضاره مربعه واقرع، لا بيضحك مع حد ولا بيهزر مع حد، عليه تقل دم ورخامه تملى برميلين، بيمشي معاه مفكره في ايده صغيره كده ويخش ينكد على الموظفين عيشتهم. انت مش لابس اليونيفورم ليه؟ خصم يوم. وانت مش لابس كرافتتك ليه؟ يا ناجي الاقي نفسك شانق نفسك بقى مش رابطها بس، فاهم؟ وانت ما خلصتش شغلك ليه؟ خصم شهر ورفد.
ارموه من الشباك، يلا يا شويه موظفين ده انا هعلمكم الادب. وكان يجمع تقريره عن الموظفين ويقدمها لصاحب الشركه، تقرير مكتوب فيه مين اللي هيتخصم له ومين اللي هيترفد ومين اللي هيتنفخ، وصاحب الشركه يخصم ويرفد، اهم حاجه عنده يلم اخر الشهر. مدير مؤذي ياما اتقطع عيش ناس بسببه، عشان كده راضي كان بيقعد يطبل له ويعمل اي حاجه عشان ينفذ التعليمات المطلوبه يبعد عنه. عاش الملك مات الملك، عشان الامان، الجمعيات والاقساط، الخوف من المجهول. المدير ده كان بيجي اول واحد الشركه ويمشي اخر واحد، ما بياخدش اجازات، قاعد لهم، مش بني ادم. بس للاسف المره دي كان جاي راضي، ما كانش بياكل معاه طريقه راضي لان هو في الاصل رخم. وقف قدامه بيقول له طلبت منك انهاء بعض المقابلات مع العملاء الاسبوع ده اللي احنا تعاقدنا معاهم. راضي قال له مظبوط يا فندم، ده كلام حضرتك اوامر انا بس. المدير زعق وقال له لما طلبت منك شغل كلفتك بيه ما نفذتوش ليه؟ العملاء فسخت تعاقدهم معانا بسبب تقصيرك. عارف الشركه خسرت كام بسببك؟ يحاول راضي يرد او يطبل او يلحق الموقف او حتى يرميه على اي حد من زمايله، لكن ما يديلوش فرصه ويكمل. انا ما يخصنيش ظروفك ولا مشاكلك ولا اي حجه تقولها، مش عاوز تشتغل قول لي، 1000 واحد يتمنى مكانك، انت بتاخد مرتب. يحاول راضي يهدي الدنيا لكن للاسف بلا هدف، ويوضح له ان هو اتاخر عن الشغل لان ضغط الشغل كتير جدا وبعت له 30 عميل عشان يخلص. حاول يمسي على زمايله عشان تتربع على الكل وما يبقاش لوحده، وقال له انا كنت مكلف بعض الزملاء يساعدوني عشان كنت عيان يا فندم. المدير يرد عليه ماليش دعوه، كل زمايلك اللي معاك واللي قبل منك عملوا الشغل المطلوب منهم. بقى المدير بقى حب يجاوب شويه، احنا كان عندنا واحد من كتر امانته كان بيشيل مبنى الشركه على كتفه ويروح بيه ويجي الصبح الفجر اول واحد يجي يرجعه مكانه. احنا كان عندنا موظف تاني ما كانش بيروح بيته، كان بيشتغل 20 ساعه في الشركه وينام 4 ساعات ويقوم يكمل، ولاده ومراته ما كانوش عارفوا عنه حاجه، كنا مسمينه حريقه. راضي يقول له عارفه حضرتك ده الاستاذ اشرف اللي مات بالسكته القلبيه بسبب الارهاق والاجهاد. والمدير يقول له اخرس ده قضاء ربنا، التقصير ده هتكون نتيجته الخصم من المرتب، ولو الامر زاد عن حده هيتم استبدالك بشخص يقوم بالمطلوب. يسمع راضي كلام المدير ويقعد يشتم في سره ويبدا يفكر ازاي يلبسه في مصيبه او حتى يوقع بينه وبين رئيس الشركه عشان يرفضه. بقى اخرتها بعد ده كله يجي واحد يعمل فيا انا كده عشان ابن عم رئيس الشركه يعني جايبين له واحد اقرع دماغه محشيه زلط، انا اللي المفروض ابقى مكانه. المدير يقطع حبل افكاره ويقول له ده انذار ليك، وبعد ما تخلص اطلع على فرع الشركه في اسكندريه تخلص بقى الشغل هناك مع العملاء الجديده. ويمشي مدير الشركه عشان يرن تليفون راضي ويبص يلاقيها مراته. استر يا رب. يرد راضي وتبدا لسته طويله في التليفون وتقول له زوجته زي اي زوجه اصيله الطلبات المطلوبه في البيت، الايجار وفاتوره الميه، الغاز، الكهرباء، مصاريف حضانه الاولاد، بامبرز للبيبي، السبلايز، جمعيه، قسط الديب فريزر. راضي يقول لها اتصرف ولسه قافل تليفونه وجات له رساله من البنك اصل عامل كارد عشان جايب عربيه بالتقسيط يشغله اوبر عشان يساعده في المصاريف، او اللي بيجي منها بيصرف على بنزينها وصيانتها واجره اللي بيسوقها، وفي الاخر تكون اتهلكت ويبيعها خرده بنص الثمن. يقفل التليفون عشان يلاقي رساله ثانيه من التوكيل عاوز قسط العربيه اللي واخدها بالكارد اللي المفروض بتساعده في المصاريف. يجي يقفل التليفون عشان يرن تاني، ده المدير الرخم الثاني بتاع فرع اسكندريه بيكلمه ويقول له احنا في مشكله ولازم تيجي فورا، احنا متاخرين على العملاء والتارجت بيقع والشركه بتتدمر وفي هجوم زومبي على الشركه وفيضان واعصار اول الشهر. راضي لسه هيحط التليفون عشان يستوعب كميه المكالمات اللي جات له اللي هو نسي اصلا اول مكالمه كانت ايه عشان يرن تاني ويلاقي والدته. للاسف يرد عليها ويعتذر لها انه مش عارف يشوفها او يزورها ومش عارف يكلمها ويتحجج بحجج اصل الشغل، اصل زوجتي تعبانه غصب عني مش عارف اجي لك يا امي، اصل تلاقي الحياه معلش بقى يا امي. ووالدته زي اي ام جميله اتمنت له التوفيق وقفلت السكه. راضي حس بالتعب ونام وهو شغال عشان يصحى يلاقي نفسه نايم على ظهره في مكان كله ضلمه حواليه وافتكر انه مات. اترعب وقعد يصرخ ويخبط بكل قوته وفجاه يلاقي نفسه محبوس جوه تابوت خشب. يكمل ويخبط صريخ عايز اي حد يلحقه وفجاه التابوت يتهز وترجي بيه جدا وفجاه يتفتح. يخرج راضي بسرعه من التابوت عشان يلاقي نفسه جوه غرفه مقفوله تماما فيها ضوء خفيف ما يعرفش جاي منين وريحتها وحشه، لا ليها شبابيك ولا بيبان. يبص في كل مكان حواليه لحد ما يلاقي واحد قاعد في ركن في الغرفه، واحد كده عامل زي المتسولين وقاعد على مكتب قديم، مكتب كانه بقاله 50 سنه عليه زيت طعميه ما اتغسلش وحواليه كتب كتير في كل مكان وجنبه كده 4 كتب كبار. لاحظ كده راضي على كل كتاب مكتوب بخط كبير شويه الانانيه، الطمع، الشهوه، الغيره، وعلى الارض في سله الزباله كتب تانية مش باين مكتوب ايه عليهم ومغطيهم التراب. راضي بيقول انا فين؟ انت مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ويركز راضي في ملامح المتسول ده عشان ليه نسخه طبق الاصل منه، شبهه جدا بس ليه شعر كتير ودقنه طويله ومبهدل قوي في نفسه وجسمه ضعيف وشكله حزين. يبص له الشبيه وبعدين يبص في الكتاب اللي في ايده وما يردش عليه. يزعق له راضي انت مين؟ رد عليا انت مين وشبه كده ازاي؟ رد عليه الشبيه يقول له انا مش راضي. راضي يقول له انا عارف انك مش راضي لان انا راضي، انت مين بقى؟ يرد الشبيه يقول له قلت لك انا مش راضي. يرد راضي خلاص وربنا سمعت وعرفت ان انت مش راضي، ان شاء الله عنك مرضيت، انت مين يا عم انت؟ يرد الشبيه انا اسمي مش راضي. يقول له راضي انت اسمك مش راضي ازاي يعني انت هتهزر معايا؟ يرد المش راضي ما تخافش انت في مكان امان، انت الصندوق ده بتخش فيه كتير بس دي اول مره تجيلي هنا. يرد راضي ايوه هنا فين بقى؟ انا فين بقى؟ يرد المش راضي قلت لك في مكان امان بقى ما تخنقنيش. يكمل راضي طب مكان امان ازاي يعني ولا ليه لا باب ولا شباك؟ انت عايش كده اساسا ازاي؟ ويرد عليه المش راضي يقول له انت اللي صنعت المكان ده وصنعت الصندوق ده وصنعتني. راضي يقول له صنعت مين؟ استغفر الله العظيم يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا ده شغل جنان ده مش حقيقي انا شكلي مت. والمش راضي يقول له تقدر تقول انت لا حي ولا ميت. ويرد راضي يقول له انت كده جبت التايهه يعني؟ بقول لك ايه والله ما ناقصه فلسفه يا عم مش ممانع ولا مش موافق انت. يرد مش راضي يقول له
اسمي مش راضي. راضي يقول له ما خلاص يا عم انت فرحان، انت فخور باسمك. مش راضي يقول له خليني اقول لك المفيد، انت ما تعرفنيش بس انا اعرفك كويس، انت صنعتني وصنعت المكان ده والصندوق ده من اول مره انت مشيت فيها ورا نفسك، كل موقف انت بتتعرض له بتدخل جوه الصندوق ده. راضي صرخ يقول له بقول لك انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله، انا عاوز اخرج من هنا لو سمحت خرجني. فجاه يشاور المشراضي على يمينه ويوري له 4 بيبان ويقول له المشراضي جرب باب منهم. يختار راضي باب من ال4 ويجري عليه يفتحه فورا ويدخل عشان يلاقي ضلمه. يمشي راضي جوه الضلمه لحد ما يلاقي نفسه بيفتح باب ويلاقي نفسه في مكتب مدير الشركه. الراجل اللي قرع الرخمه بنضاره مربعه ده. مدير الشركه في ايده ملف بيحطه على المكتب ويوجه الكلام لراضي، بيقول له العميل ده مهم جدا وهيتعاقد معانا بمبلغ ضخم جدا، المفروض ان انت وزميلك في القسم كل مره واحد منكم يروح يخلص الشغل عشان ياخد العموله، والمفروض ان زميلك هو اللي يروح المره دي، بس هو اعتذر لظروف خاصه عنده، مراته بتولد، نسق معاه وشوف مين يروح. راضي يرد بسرعه لا يا فندم انا اللي عليا الدور وانا اللي هروح، وبعدين ما ينفعش عميل زي ده يضيع مننا، ده عميل مهم جدا للشركه، مصلحه الشركه فوق كل شيء يا فندم. المدير يقول له يا راجل، يرد له طبعا يا فندم مصلحه الشركه فوق كل اعتبار، عشان فجاه يلاقي راضي المدير اتحول لوحش ضخم جدا بيهجم عليه، شكله مخيف جدا، وحش براس قط وجسمه غول. راضي جري عشان يخرج باب المدير والوحش الغول وراه اللي هو المدير، ياخدوا الوحش بين ايديه وينط بيه من الدور العاشر عشان يلقى نفسه رجع في الغرفه تاني اللي فيها مش راضي. جري على ركن الاوضه والوحش وراه، وفجاه يقوم المش راضي من مكانه رغم ضعف جسمه ويهجم على الوحش ويخرج القلم من ايده ويهجم على الوحش يضربه بيه ويفضل يضرب في الوحش لحد ما يدخله جوه الباب ويقفل عليه. راضي يبص في رعب للمش راضي والمش راضي يقول له ما تقلقش جت سليمه. راضي يبص له مرعوب مش فاهم اللي حصل، وبعد كده ينفعل ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ يا خبر ابيض المدير بقى غول، هو كده مات ولا عايش؟ طيب هو اساسا غول واحنا ما نعرفش، انا طول عمري اقول عليه ان هو مش بني ادم، طب اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ والمش راضي يشاور له على الباب الثاني يقول له طب ما تجرب الثاني. راضي يقول له احنا هنقعد نجرب عشان مش راضي يقول له عندك حل تاني؟ انت لا عاوز تخرج. يروح راضي على الباب التاني ويقرب بحذر ويبدا يفتح الباب عشان يلاقي نفسه في الشركه تاني. يتخض في الاول لكن يروح على مكتب المدير ويبص من بعيد كده على الازاز يتاكد انه موجود فعلا ومش متحول ولا حاجه والامور ماشيه طبيعي، ويهدى ويلاقي ان كله تمام. يدخل مكتبه وبعد دقايق يدخل زميله معاه بنت جميله جدا تقول للبدر قوم وانا اقعد مكانك، مخك راح فين؟ خليك معايا هنا. زميله قال لراضي دي الزميله الجديده معانا في الشركه وهتشتغل في القسم بتاعك. راضي يتنح وينبهر ويفرح كله في وقت واحد، ما طبعا جات لك مزه في القسم بعد ما خلاص كنت قربت تتقدم للبرنتر. فالبنت بقى بابتسامه وصوت جميل وهادي كده ممكن تعلمني الشغل؟ طبعا راضي يطير فوق دماغه عصافير والنحنحه والشهامه والجدعنه كلها تظهر. طبعا ده انت تؤمر يا جميل، ما حدش في الشركه دي هيعلمك غيري، ده انا مدير هنا بس انا المتواضع، ده لولا الزهق كان زماني صاحب الشركه. المهم تمر الساعات والزميله دي تزيد لطافه معاه، هزار وضحك واستلطاف وتبين اعجابها بيه، وفي وسط الكلام جت سيره زوجته. فجاه راضي بدون مقدمات لواحده اول مره يعرفها بدا يشتكي من زوجته وانها مقرفه وممله وطلباتها كتير وانه بيفكر يطلقها عشان الزميله الجميله تبتسم وتعيش دور الصعبانيات وتستغل الموقف، تقول له ان ازاي ده انت حتى دمك خفيف، ده انت شهم وجدع جدا، علمتني الشغل كله في يوم واحد، حتى اديتني كل الداتا الخاصه بالعملاء في الشركه وكنت جدع معايا وسو كيوت. وقالت له بقى ان هي ارتاحت له وانها تتمنى ترتبط بشخص زيه. يا عيني على السهوكه والمراهقه لما تتاخر. راضي اتهطل من البت والبت كلت دماغه، وبعد كلام كتير وانت جميل قوي واي واحده تتمناك وايه يعني متجوز وعندك اولاد وايه يعني اللي بتحبك تتحمل وتستناك ولو مش مرتاح طلق مراتك عادي. راضي تنح لها وقال لها النهارده هيحصل عشان الزميله الجميله الفاتنه تبص له وراحت مبرقه جامد وبدات تتحول لاكتر امراه مرعبه ممكن تتخيلها. عينها احمرت ووشها اسود وشعرها اتنعكش، بقت امنا الغول على شكل اخطبوط وبقت تصرخ تقول له مش هنتجوز بقى، وهجمت على راضي وحوطته بدراعاتها وراضي بصوت سويت بيجيب اخر الشارع وطبعا ولا حد سامعه بره، وراحت واخداه وجاريه بيه ونطت من شباك غرفه الشركه اللي من الدور العاشر عشان تسقط بيه. واثناء السقوط راضي بيصوت بس ومغمض عينيه، غوريلا خطفاك وبتنتحر بيك عايز ايه يعني، عشان يقع راضي تاني في الغرفه. واول ما يشوف نفسه في الغرفه يكمل صريخ وهستيريا، والمش راضي واقف على جنب كده مستني لما يهدى عامل له كده. راضي قاعد يصرخ انت بتعمل فيها كده ليه؟ البنت وحش تاني كانت هتاكلني. ويرد عليه المش راضي يقول له وانا مالي؟ هو انا اللي بنال على اي واحده ما اعرفهاش؟ هو انا اللي بيضحك عليها بشويه سهوكه؟ هو مكره مراتي واطلع كل اسرار شغلي اللي عملته ومجهود في سنين مش عرفك انها ما كانتش بتستغلك عشان تاخد مكانك؟ راضي يهدى ويبص للابواب وبعدين يقول له فاضل بابين، عشان المش راضي يقول له يلا ربنا يوفقك المره الجايه بقى هات لنا معاك خرتيت براس ارنب. راضي يفتح الباب بهدوء جدا عشان يلاقي ممر اخره ضلمه، والمش راضي واقف ورا بيغني له يا عيني يا عيني يا عيني على الولد. في نهايه الممر راضي يلاقي مكتب رئيس الشركه، دخل لقى رئيس الشركه قاعد قدامه. رئيس الشركه مش مدير الشركه، مدير الشركه الاقرع اللي هو بنضاره، لكن رئيس الشركه ده واحد تاني. استقبله رئيس الشركه بالترحيب والتهنئه واهلا بيك وازيك يا راضي وعامل ايه والمحبه والفرحه. راضي متنح. يتفاجئ راضي انه بيتكافئ على شغله هو وزمايله في القسم وانه اكتر المجتهدين والملتزمين في العمل، بيحقق التارجت وزياده. راضي برضه متنح. بلغوا رئيس الشركه انه تم صرف مبلغ كبير جدا ليه وزمايله في القسم، وطلب من راضي انه
يكون هو المسؤول عن توزيع المبلغ ده عليه هو وزمايله، لكن اهم شيء يكون الموضوع في سريه تامه عن باقي موظفين الشركه. استلم راضي الشيك، واثناء ما هو راجع مكتبه فكر كده شويه ولقى ان هو الوحيد اللي يستاهل المكافاه دي. محدش في القسم بيتعب قده، كل اللي معاه بيشتغلوش. راضي قرر ياخد الشيك لنفسه، كده كده رئيس الشركه ولا هيسال. ونزل القسم وقابل زمايله، قال لهم ان هو اتهزق من رئيس الشركه، وان رئيس الشركه هدده هو وزمايله بالخصم والرفض لو ما تمش الشغل على اكمل وجه. واثناء ما راضي بيهبد ويكذب على زمايله وبيحكي لهم، يلاقيهم فجاه تحولوا لعناكب سودا ضخمه بدات تهجم عليه. جري راضي لحد ما لقي قدامه الحمام، دخل راضي الحمام والعناكب وراه. فجاه لقى حمام بابه بيفتح لوحده، وصوت بينادي عليه، عرف ان ده صوت مش راضي. يا راضي نط تعالى هنا. راضي بيقول له نط فين؟ انط فين يا عم؟ دول ياكلنا احسن. والمشراضي يقول له يا راضي تعالى نط. راضي يقول له ايه القرف ده؟ والمشراضي يقول له نط نط تعالى، دي فرصتك الاخيره. راضي ما يلاقيش حل ويجري عشان ينط في قعده الحمام، عشان يلاقي نفسه بيقع من الدور العاشر ويرجع الاوضه تاني. راضي اتعصب انه مفيش فايده وقام يصوت كالعاده. والمشراضي يقول له خلاص معلش اخر باب وتخرج، بصراحه انت تستاهل كل خير، كل قراراتك وتصرفاتك بصراحه انت المفروض تتشنق عليها. راضي بيقول له انت بتقول ايه؟ والمشراضي يقول له انا شايف ان انت تشوف الباب الرابع عشان نخلص. يروح راضي على الباب الرابع ويدخل عشان يلاقي نفسه في مكتبه تاني. يفتح الباب كده يبص على زمايله، عاوز يتاكد ان هم حقيقيين. معدي واحد زميله راح ضربه على قفاه، زميله مسك فيه قال له انت عبيط انت عبيط يا راضي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال معلش انا اسف اتاكد بس والله. راضي يدخل يقعد على مكتبه ويرن الجرس لعامل البوفيه، لان هو هيموت وينام، عايز يشرب قهوه او نسكافيه فوقه من الكابوس اللي كان عايشه، خايف يرجع تاني. يدخل عامل البوفيه واحد اسمه عم سعيد، راجل طيب وبشوش كده، يصبح عليه ويقول له تشرب ايه يا استاذ راضي؟ راضي يطلب منه قهوه دبل تقيله، وعم سعيد ينصحه يقول لي كده بس يا ابني انت لسه شاب وده غلط عليك وعلى صحتك. وراضي يرد عليه باحباط، شباب ايه بس؟ واحنا فيها ايه نقعد عشان ده عيشه تقرف او عيشه وخلاص. قال له يا عم سعيد انت سعيد في حياتك؟ يرد عليه سعيد الحمد لله يا بيه، وعايش ومبسوط ومرتاح. وحكى له انه بيخلص شغله في الشركه ويطلع على ارضه، وعنده حته ارض كده بيزرعها هو واولاده، بيزرع فيها شويه خضار على كام شجره مانجا، وعايش عنده 5 اولاد في التعليم وبيساعدوه في الارض. راضي يقول له انت ومراتك واولادك ال5 عايشين في اوضه واحده؟ يرد عليه عم سعيد ان هم عايشين في بيت صغير كده جنب الارض بتاعته وعايشين مبسوطين. يقول له راضي عايش بمرتبك التعبان ده ومشقي ولادك معاك في الارض وعايز تقول انك سعيد؟ ولا بيت ولا مستقبل ولا تعليم وعاوز تقول انك مبسوط؟ انت راجل مغفل عم سعيد، مش عايش في الدنيا، انت بتقنع نفسك انك مبسوط بس عشان انت قليل حيله. عم سعيد طبعا يتضايق من كلام راضي ويقول له ليه كده بس يا ابني، ده انت مقام عيالي. راضي شوح له كده مش هطلع بره اطلع بره، عشان فجاه عم سعيد يتحول لدب ضخم يرزع راضي بالصينيه في وشه ويلزقه في الحيطه، ويتحول لدب ضخم جدا شكله مرعب جدا، يهجم على راضي ويشيله بدراعه ويخرج بيه بره، ويفتح باب الاسانسير ويرمي راضي من الدور العاشر. طبعا راضي سرير سويد عشان يلاقي نفسه يقع في الاوضه للمره الرابعه ويصرخ بقى لا انا بحصل فيها كده ليه؟ وهم ليه كلهم بيرموني من الدور العاشر؟ ماله الدور الاول؟ والمش راضي واقف يبص عليه مستني يهدى وفي ايده كتاب، وراضي عمال متنرفز وعمال يزعق عشان مش عارف هيخرج ازاي. كده خلاص الابواب خلصت، انا كده انتهيت، انا عملت ايه عشان يحصل لي ده كله؟ انا تبقى نهايتي في الاوضه دي عشان اتحبس واتحول لواحد زيك وابقى بمنظرك الحقير ده؟ عشان مش راضي يفقد هدوءه ويقفل الكتاب اللي في ايده ويوجه كلامه الراضي يقول له كلمتين، المنظر الحقير ده هو انت، بص بسببك التراب غطى ايه، ويشاور له المش راضي على الكتب المرميه على الارض. يدقق راضي فيها يلاقي المكتوب الكرم، الشجاعه، الصبر، الرضا، ويكمل عليه المش راضي انت اللي اناني وشهواني وطماع وغيور، انا الوحيد اللي كان بيحاول ينقذك من كل ده ومع ذلك كنت بتتجاهلني، انا الغول وانا البنت الاخطبوط والعناكب والدب عم سعيد، كل ده عشان انقذك من نفسك اللي انت كنت ماشي وراها، كنت مستني انك تفهم او تحس، كنت بعمل كل ده علشان تكون سعيد لكنك غبي برضه مش فاهم ولا عاوز تفهم، واحب اقول لك انك عمرك ما هتخرج ابدا. عشان يبدا راضي في حاله بكاء هستيريه شديده جدا، ينكر انه فهم المعنى، فهم انه محتاج يتغير، لازم يتغير وتفكيره يتغير عشان يعيش كبني ادم، ويجري ورا المفتاح اللي بيفتح كل ابواب السعاده، ابواب ما فيهاش وحوش ولا مخلوقات شكلها حلو بس من بره، لكن في حقيقتها هي مخيفه ومرعبه جدا، المفتاح والسر اللي بيحل اي عقده. عشان اخيرا بعد ما راضي خلص بكاء يرفع راسه ويلاقي المش راضي اختفى، ويلاقي باب مفتوح لوحده ومنور، يقوم راضي ويتحرك ناحيه الباب ويخرج عشان يلاقي نفسه حاطط راسه على دراعه بسبب النوم اللي غلبه وهو شغال، وان ده كان حلم بس مش حلم عادي هيفضل فاكره العمر كله. وتمر ايام وشهور على راضي في الشركه، يشتغل بضمير وقلبه ويحضر في مواعيد شغله وينفذ المطلوب منه كما يجب، بيسعى يقدم افكاره ومقترحاته لرئيس الشركه، زمايله بيديهم حقهم وبطل يطمع او يغير من حد، وبقى يحس بيهم ويقدر ظروفهم، بدأ يشوف الحياه بطريقه مختلفه تماما، بدأ يشوف زوجته ومسؤولياته بطريقه مختلفه، بدأ يلتزم مع ربنا، ولما قرر انه يتغير الحياه كلها اتغيرت معاه، الشغل بقى اسهل والظروف كلها بقت تتغير لصالحه، حتى المدير غير معاملته معاه، بدأ يشعر انه بيتعوض فعلا في المجهود والمقابل والمحبه من الاخرين، سدد جميع ديونه والتزاماته، بقى يوصل ارحامه ويتصل بوالدته، وفي لحظه كده افتكر المش راضي وبينه وبين نفسه قال له شكرا. وفي يوم وهو قاعد على مكتبه المدير بعت له، راح له راضي لقي المدير ماسك ملف في ايده كده وبيحطه على المكتب وبيكلمه وبيقول له ان العميل ده مهم جدا ولازم نتعاقد معاه لانه داخل بمبلغ كبير جدا، والمفروض ان انت وزميلك في القسم كل مره واحد يروح يخلص التعاقد عشان العموله، لكن زميلك اللي عليه الدور حصلت له ظروف شخصيه واعتذر، خد الملف ده ونسق بينك وبينه. عرفت هتعمل ايه؟ راضي بص له وبص الملف
وطلع يجري بره الشركه. وفي النهايه اشكركم على سماع القصه. ويا ترى هل راضي كان لسه بيحلم؟ ويا ترى راضي المره دي هيعمل ايه في الموقف ده؟ وهل يا ترى فعلا اتغير؟ ناقشونا في التعليقات وقولوا لنا حابين تسمعوا قصص عن ايه الفتره اللي جايه، ونرجو منكم مشاركه القصه والاشتراك في القناه واللايك طبعا عشان يوصل لك القصص الجديده. سلام عليكم.